خير واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم الامريكي. الاعلام الامريكي المقروء والمسموع والصحف الامريكيه كلها مقلوبه على كلام ترامب من احتلاله لقطاع غزه بوجود امريكي او باحتلال امريكي مباشر وتهجير اهل غزه من سكانها. يعني ترامب اتكلم على حاجات مشابهه كتير، زي ان كندا تنضم للولايات المتحدة الامريكية، وانه يستولي على جزيرة جرينلاند ويستولي على قناة بنما، لكن ما كانتش الناس مهتمية بهذه المواضيع خالص، لان عارفين ان هي في الاخر ربما تكون وسيلة للضغط. لكن في هذا الموضوع تحديدا حصل رد فعل عنيف من داخل حتى اعضاء الحزب الجمهوري نفسهم، اللي الحقيقة هم مستغربين من تصرفات ترامب بشكل عام. ترامب كانت حملته الانتخابية مبنية انه رجل السلام، وانه لما يجي هيعمل سلام في الشرق الاوسط، وانه هيحل مشكلة اوكرانيا وروسيا في 24 ساعة زي ما هو كان بيقول. يعني طبعا الكلام ده ما حصلش يعني. لكن في خلال اسبوعين فقط او اكتر شوية من اسبوعين دخل ترامب كم من الصراعات مع دول كتير جدا، ومنهم دول حليفة زي كندا على سبيل المثال، اللي قرر ان هو يعمل رسوم جمركية عليهم، وقامت كندا رد عليه برسوم جمركية برضه مماثلة. فترامب قال لهم طب ما تيجي نعمل يعني صفقة ونشيل الرسوم الجمركية، بس خلوا بالكم بس من الحدود، حاولوا ان بس ما يدخلناش مهاجرين غير شرعيين. فاتفقوا مع كندا على كده، وترامب تاني يوم شال الرسوم الجمركية وكندا شالت الرسوم الجمركية. نفس الموضوع حصل مع المكسيك، ويعني الحاجات دي بتمشي عادي. لكن موضوع غزة ده تحديدا عمل مشكلة كبيرة، خصوصا ان بقى فيه توتر كبير في المنطقة، والاقتصاد الامريكي الحقيقة لا يحتمل انه يدخل في حروب جديدة. خصوصا احنا شفنا الاسبوع اللي فات البورصة الامريكية خسرت 2 تريليون دولار بعد ظهور البرنامج الاي اي ديب سيك، البرنامج الصيني اللي بيتكلف 5 مليون دولار، والشركات الامريكيه كلفت مليارات الدولارات، ادى طبعا الى هبوط حاد وصل ل 2 تريليون دولار في البورصه الامريكيه. وده هبوط الحقيقه لم يحدث في تاريخ البورصه الامريكيه بهذا الشكل، يعني ضربه اقتصاديه كبيره جدا. فهم مش عايزين ان هم يدخلوا في حروب بشكل مباشر، وخصوصا انها حروب ملهاش لازمه، يعني مش دي حربهم اساسا، او هم ما لهمش علاقه بالمواضيع دي. خصوصا كمان ان بقى فيه نوع من التوتر، ابتدى تطلع اخبار من الاخبار الصناعيه بتقول ان القوات الاردنيه تحسبا لتهجير الفلسطينيين بقت موجوده على الحدود الاردنيه الاسرائيليه، وان برضو في زياده كبيره في عدد قوات الجيش المصري يعني على الحدود المصريه الاسرائيليه. ففي توتر كبير جدا، في خوف كبير ان اسرائيل تحاول انها تخترق الحدود وتدفع الفلسطينيين للدخول في اي منطقة اخرى. يعني ففي تخوف الحقيقة كبير جدا. لكن رغم كل ده ورغم الحالة من الترقب وحالة من الغضب من تصريحات ترامب، كان في شخص واحد بس مبسوط. الشخص الوحيد اللي كان مبسوط هو نتنياهو واليمين المتطرف في اسرائيل، فرحانين جدا بهذا يعني الكلام. ويعني نتنياهو طلع يقول ان مقترح ترامب ده مقترح عبقري، ومقترح يعني كان فين من زمان يا جماعة المقترح ده. ده نتنياهو اللي بيقول. لكن لما تدور شوية في هذا المقترح تلاقي ان المقترح ده ملوش علاقة بترامب على الاطلاق. المقترح ده او الفكرة دي هي فكرة نتنياهو نفسه. والرئيس مبارك من يمكن 10 15 سنة، اكتر من 15 سنة دلوقتي، كان اتكلم عن ان نتنياهو بالفعل كلمه عن تهجير اهل غزة لسيناء. خلينا نفتكر مع بعض هذا التسريب اللي نتنياهو، الرئيس مبارك كان بيتكلم على نتنياهو وفكرة التهجير دي، اللي دلوقتي نتنياهو بيقولوا انها فكرة ترامب، والحقيقة ان هي مش فكرة ترامب، هي فكرة نتنياهو اللي بينفذها له ترامب. خلينا نشوف هذا التسريب اللي اتعرض من فترة طويلة، لكن بيؤكد لنا وبيربط لنا الأحداث اللي بتحصل دلوقتي. مين اللي بيتحكم في الأحداث فعليا؟ هل هو نتنياهو ولا ترامب؟ التفكير في سيناء هيكون كالآتي: إسرائيل
غزة ضد حطوه في سيناء. هذه مرة نتنياهو يعني 6 أشهر قبل ما امشي، هو بيقول لي دي الخريطة كده موجودة، خريطة كده مثلا قال لي قطاع غزة، قال لي حدودنا، قال لي قطاع غزة. يقول لي احنا لو نسيب الناس بتوع غزة دول نشوف لهم حتة كده، لقيته بيشاور على سيناء، يقول له حتة فين؟ أنا أصلي دولة حاجات عندنا ونسأل الموضوع، يقول له فرق كده هتبقى مشكلة بيننا وبين على طول. لا بس اتكلموا بصراحة يعني. لا أنا صريح كده. لا هم اتكلموا بصراحة. لا هو قالها كده زي ما كنا بس نبض. قلت له وديهم فين؟ قال لي احنا هنا وبحط على ايده على سيناء. قلت له انسى الموضوع، انت عاوز تبدا حرب بيني وبينك تاني. الحدود وانا ولا افهم مين يقدر يقدم لك. كلام مهم بيبين لنا حقيقة الوضع، ان ده كله لعب من نتنياهو وخطط نتنياهو من زمان، لكن في الاخر قدر ان هو يوصل لطريقة، وهقول لكم الطريقة اللي وصل بيها، طريقة الحقيقة مثيرة جدا. خلينا نرجع برضو للمؤتمر الصحفي ده بسرعة. انا مش عايز اجيب لكم حاجات حضراتكم شفتوها، لكن كان في جزء من المؤتمر الصحفي ما تمش التركيز عليه بشكل كبير. نتنياهو يعني اتكلم، سألوه مرة أخرى عن موضوع التهجير، فهو قال انه دعا ملك الأردن للحضور للبيت الأبيض، ودعا السيسي للحضور للبيت الأبيض. أعتقد ملك الأردن الأسبوع الجاي هيروح البيت الأبيض، واللي بعده المفروض ان السيسي يزور البيت الأبيض يعني. فترامب بيقول ان هو واثق انه هيقدر يقنعهم ان هم يساهموا في موضوع التهجير، وان هم يستقبلوا اللاجئين الفلسطينيين عشان تبقى غزة فاضية خالص، والإسرائيليين يبقوا فرحانين ويستغلوا أو يحتلوا مزيد من الأراضي الفلسطينية. خصوصا أن المستوطنين اللي كانوا في غلاف قطاع غزة ما رجعوش تاني، هم خايفين ومرعوبين. يعني أهالي غزة اللي ما عندهمش أي حاجة، بمجرد وقف إطلاق النار، حتى مش وقف الحرب، بمجرد وقف إطلاق النار شفنا المشهد، عشرات الآلاف راجعين وراحوا على بيوتهم مرة أخرى ومعهمش أي حاجة. والمستوطنين اللي عليهم عندهم أسوار وعندهم حراسة وعندهم دبابات وطيارات تحميهم، لحد دلوقتي خايفين اللي هم في الغلاف قطاع غزة ان هم يرجعوا تاني. فعشان كده ده من احد الاسباب الكبيرة جدا اللي عشان كده بيحاولوا ان هم يهجروا اهل قطاع غزة، لان عدد كبير من المستوطنين سافر بلا عودة. ربما حوالي 700 ألف سافروا من إسرائيل بلا عودة، وهم مش بيخافوا بس من المقاومة، ده هم دلوقتي بقى شايفين كل الفلسطينيين يعني مقاومة، فبيخافوا منهم جدا يعني، خصوصا بعد المشاهد اللي احنا شفناها من يعني صلابة المقاومة ووجودها إلى الآن وتسليم الأسرى والصور اللي احنا شفناها. عموما نرجع تاني بقى لترامب، ان هو ترامب قال للمرة الرابعة انه واثق انه هيقدر يقنع ملك الأردن والسيسي بالتنازل على الأراضي لمصلحة مشروع التهجير. خلينا نشوف كلام ترامب المهم جدا ده اللي بيقوله بيأكد عليه للمرة الرابعة، لكن المرة دي كانت في آخر مؤتمر اللي كان موجود فيه نتنياهو. I have a feeling that despite them saying no, I have a feeling that the king in Jordan and that the general president, but that the general in Egypt will open their hearts and will give us the kind of land that we need to get this done, and people can live in harmony and in peace. كلام ترامب وإصراره والمرة الرابعة بيكرر هذا الكلام ده شيء مقلق الحقيقة، شيء مقلق جدا. عشان كده المفروض يعني أقل رد دبلوماسي على هذا الكلام وعلى هذا الإصرار، خصوصا بعد التصريحات المتكررة من الأردن ومصر وكل الدول العربية إن هي رافضة التهجير ورافضة تصفية القضية الفلسطينية. يعني أبسط حاجة إن ملك الأردن والسيسي يلغوا الزيارة بتاعتهم للبيت الأبيض، لأن يعني لو راح السيسي للبيت الأبيض وراح ملك الأردن للبيت الأبيض هيتكلموا في إيه؟ هو ده الموضوع اللي ترامب هيضغط عليهم فيه، واللي هو لحد دلوقتي شايف إنه يقدر يضغط عليهم فيه. فالحقيقة ربما يكون هناك أنسب رد دبلوماسي لإصرار ترامب وتجاهله تماما للمطالب العربية وتجاهله تماما
للرفض، تجاهل كبير جدا للرفض العربي. يعني اعتقد ان الغاء هذه الزياره دي ممكن تكون رساله دبلوماسيه مفيده في هذه المرحله، مع ان يبقى في موقف عربي قوي مشترك بين كل الدول العربيه رافض لهذا التهجير، ودعم قوي للشعب الفلسطيني، لان اللي هيوقف موضوع التهجير بالفعل هو الشعب الفلسطيني الصامد على ارضه. بس احنا محتاجين انه يتم دعمه اكتر عشان يستطيع الصمود اكتر تجاه هذا المخطط، وده جزء من امننا احنا القومي. احنا بنحافظ على الشعب الفلسطيني وبندعمه وبنساعده انه يصمد في ارضه، احنا كمان بنحمي الامن القومي المصري بتاعنا والامن القومي العربي بتاعنا. ده شيء الحقيقه مهم جدا. نرجع بقى لموضوع ازاي نتنياهو عرف يلعب هذه اللعبه، وازاي خلى يعني ازاي قدر يتحكم بالريموت كنترول في ترامب ويخليه يطلع يقول فكره التهجير اللي هي بتاعت نتنياهو. الممولين في الحملات الانتخابيه الحملات الانتخابيه الامريكيه بيبقى ليهم مطالب، يعني رجال الاعمال او اي حد بيمول حد في الانتخابات الرئاسيه بيبقى ليه طلبات معينه، ما بيدفعش فلوس كده وخلاص. يعني بيقول للمرشح انا هتبرع لك بكذا، بس انت عايزك تعمل لي كذا لو كسبت في الانتخابات. فترامب عنده شخصيه مهمه جدا، هي ارمله الملياردير اديسون، وهي ميريام اديسون، مليارديره عندها 30 مليار دولار، بتمتلك كازينوهات واماكن القمار في لاس فيغاس، ويعني مليارديره، ولكنها صهيونيه متعصبه، يهوديه صهيونيه متعصبه جدا. فدعمت ترامب في حملته الانتخابيه الاولى، ودعمته في الحمله الانتخابيه الثانيه اللي فشل فيها، ودعمته في الحمله الانتخابيه الثالثه بحوالي 170 مليون دولار. وهي كانت يعني من اكثر الناس اللي صرفوا فلوس على يعني حمله ترامب الانتخابيه. عشان كده ترامب ما يقدرش يرفض لها طلب. فهي طلعت بقى تتكلم في حملته الانتخابيه بتقول ان يعني ترامب راجل وفى وعوده معايا. وعوده اللي هي ايه بقى؟ اللي هي كانت طالباها من ترامب قبل كده، انه ينقل السفاره الامريكيه الى القدس، ويعترف بالقدس عاصمه لاسرائيل، وانه يعترف بالجولان كاراضي اسرائيليه. دي الطلبات اللي هي طلبتها له في مقابل يعني الاموال الطائله اللي دفعتها في حملته الانتخابيه. دلوقتي بقى ميريام شيلدون هي طلبت من ترامب في الحمله الانتخابيه الثانيه تصفيه موضوع الضفه الغربيه، ان اسرائيل تستولي على الضفه الغربيه وتهجير اهل غزه. فنتنياهو مرر افكاره او مرر طلباته عن طريق ميريام شيلدون، وخلاها هي تطلب من ترامب هذه الطلبات، وبالتالي نتنياهو بقى بيتحكم في ترامب بالريموت كنترول. خلينا اوري لحضراتكم فيديو سريع لميريام شيلدون وهي بتتكلم بكل فخر عن الطلبات او الوعود اللي كان وعدها ترامب لميريام شيلدون ونفذها، وهي فرحانه، وهي عشان كده بتقول ان هي واثقه انه هينفذ بقى الوعود الثانيه في فترته الجديده. عشان كده انتوا شايفينه زي ما انتوا شايفينه مسروع على طول، قاعد يمضي قرارات كل يوم، قاعد يمضي قرارات وقاعد يعمل حاجات، لان دي كلها طلبات من الممولين اللي مولوا حملته الانتخابيه. خلينا نشوف فيديو سريع لميريام شيلدون. Of Sheldon Adelson, Miriam Adelson. He promised to recognize Jerusalem and to move the embassy to Jerusalem. Promise kept. He promised to withdraw from Iran nuclear deal. Promise kept. And Golan Heights, that was a big gift. He promised Golan Heights and he recognized. تخيلوا العقربة دي اللي انتوا شفتوها، هي دي اللي بتخلي نتنياهو يتحكم بالريموت كنترول في ترامب، وتخليه يطلع يقول هذه يعني الاطروحات اللي هي اسرائيليه بامتياز، ويعني يواجه بقى الاعلام، حتى الاعلام الامريكي. وكمان في حلفاء للولايات المتحده الامريكيه زي بريطانيا رفضت فكره التهجير ورفضت الكلام اللي قاله ترامب تماما. لكن زي ما قلت لحضراتكم طلبات الممولين اوامر. دي حاجه مهمه قوي، ان اللي بيمول المرشحين ده بتبقى طلباته اوامر. عشان كده شفنا المشهد الغريب جدا في المؤتمر لما كان ترامب بيشيل الكرسي بتاع نتنياهو، قاعد بيظبط له الكرسي، يعني في مظهر مذل جدا لترامب، وهو بيعدل الكرسي
لنتنياهو. يا لو كان المنظر ده اتعمل ايام بايدن، يا خبر كان الاعلام عمل فرح على المنظر ده. دلوقتي سبحان الله يعني خايفين من ترامب فمش عايزين يعملوا حاجه. لكن شفتوا قد ايه يعني لما يبقى الممول دافع فلوس كتير للحمله الانتخابيه ترامب يتصرف ازاي ويشيل الكرسي لنتنياهو. الحقيقه يعني كان منظر مذل ومهين جدا لترامب، وما كانش صح ابدا، وخصوصا انه رئيس الولايات المتحده الامريكيه انه يظهر بهذا الضعف وهذا الذل امام مجرم حرب المفروض ما كانش اصلا يقابله، اللي هو بنيامين نتنياهو. عموما المؤتمر كله اثار غضب اعلاميين كتير في الولايات المتحده الامريكيه وسياسيين من داخل حتى الحزب الجمهوري اللي بينتمي لترامب. عايز اوري حضراتكم مثال سريع كده لاحد الاعلاميين الامريكيين وهو استشاط غضبا من هذا المؤتمر، وازاي هو كان مستاء من كل الصور او الاحداث اللي حصلت في هذا المؤتمر وهذا المخطط الشيطاني اللي في الاخر طلع انه مش فكرة ترامب اصلا، والموضوع كلها خطة نتنياهو. This is absolutely insane. Trump just did a press conference with Benjamin Netanyahu, and he said that we will take over Gaza, America will, and that we will clean it out for Israel, and that we will clear out all the unexploded bombs. So we paid for bombs that killed innocent Palestinians, and now we have to go and clean them out with our soldiers, U.S. citizens, so that the precious, precious, precious Israelis don't die for their own war. Americans die for their war. And then he says we're going to move all of the Palestinians out of Gaza. That's 2.2 million people. First of all, that is literally the definition of ethnic cleansing. Second of all, how are we going to move them out? And you think they're just going to go along with it? Or do you think maybe they might resist that? And if they do, what are we in? We're in the middle of a giant war when he was the anti-war candidate. See, he never meant anti-war. He has taken $337 million from the Adelson family alone, Sheldon and Miriam Adelson, his top contributors over his entire career, even more than Elon Musk. They are hard right-wing Israeli zealots, and Haaretz already reported in Israel that Miriam Adelson's request from Trump for all the bribes, campaign contributions, is that he helped Israel annex more Palestinian territory. And now he's delivering. The whole time Netanyahu is smiling and grinning and displaying his new pet, Donald Trump. And he's saying, ha ha, you guys thought it was America first. No, it's Israel first. And you'll pay for the ethnic cleansing of the Palestinians, both in blood and treasure. You'll give me everything I want. I want that land, and you're going to move them out for me. Your troops are going to die. You're going to pay for all of it, and then hand it back to me. Why? Because AIPAC gave you money, the Adelsons gave you money, all the donors gave you money, and what do you think we gave it for? Why do you think Netanyahu supported Trump? I told you, he's already got everything he wanted out of Biden. Biden didn't hold up a single dollar. And what I said on the Young Turks was, because they have a deal. And the deal is Trump is going to be worse than Biden on this, and he's going to let them annex territory, and he's going to make us pay for it. So the disaster of Donald Trump serving Israel has begun. And if you're a right-winger or you're MAGA or you just voted for Trump, know that you just got played. طيب بعد الهجوم الكاسح من الإعلام وبعد هجوم السياسيين وخصوصا الجمهوريين وكمان القواعد الشعبية اللي ترامب تهاجمه وتقول ده مش احنا اللي اتفقنا عليه وده مش البرنامج الانتخابي، احنا ما انتخبناكش عشان تدخلنا في حروب وتلبسنا في الحيطة. فيعني هم شايفين ان والفعل ده ممكن يعمل مشكلة، خصوصا ترامب اتكلم ان ممكن يستخدم قوات امريكية، فبالتأكيد المقاومة في غزة مش هتستقبلهم بالورود يعني لو راحوا يحتلوا غزة بالقوة يعني. فيعني في حالة استياء، فحصل بقى ايه؟ حصل حالة تراجع في موقف ترامب، وده كان المتوقع بسبب رد الفعل القوي. ابتدت النبرة بتاعة ترامب تختلف. طلع وزير الخارجية بيقول ده يعني كان هدف ترامب مش انه يهجر الفلسطيني ولا حاجة،
ولا تهجير قسري ولا حاجة، لكن هو بس عايز ان هو يعيد بناء غزة مرة أخرى وعشان تبقى ريفيرا الشرق الأوسط. طبعا يعني هم الفلسطينيين ما طلبوش منك انك تعمل حاجة. وطلعت المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت ان الرئيس يعني مش ملتزم بإرسال قوات أمريكية لغزة. فالنبرة بعد ما كانت عالية في المؤتمر رجعت تقل بشكل كبير جدا، ويعني نبرة ترامب اتغيرت تماما، وكل المسؤولين حاولوا ان هم يخففوا من حدة التصريحات اللي صرح بها ترامب في هذا المؤتمر الصحفي اللي يعني كان مؤتمر سيء بكل المقاييس باعتراف القنوات الأمريكية والإعلام الأمريكي وكل حاجة يعني. فالمهم يعني من أحد بقى التحليلات إنه بيقولوا إن من أهم الحاجات اللي مهتم بيها ترامب في المرحلة دي أو في فترته الرئاسية دي إنه يحصل التطبيع بين إسرائيل والسعودية. لكن في عقبة كبيرة إن من شروط التطبيع السعودية مع إسرائيل إن لازم يكون في دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وطبعا نتنياهو رافض اي وجود لدولة فلسطينية، وكمان ترامب وكمان نتنياهو عشان يتأكد ان مفيش دولة فلسطينية راح عملوا تصويت في الكنيست اللي هو زي مجلس النواب عندهم كده، ويعني طلعوا قرار ان ما يبقاش في دولة فلسطينية. فالموضوع كده يعني مش هيبقى فيه تطبيع. فكلام بقى التحليلات بتقول ايه؟ ان ترامب عايز يعرض على السعودية ان هو يلغي فكرة تهجير اهل غزة في مقابل ان السعودية تتنازل عن شرط الدولة الفلسطينية وتطبع مع إسرائيل. هو ده يعني واضح ان ده هو المخطط او ده اللي بيتم يعني محاولة تسويقه للسعودية. ف كريستيان إمامبور ودي يعني صحفية شهيرة جدا عملت لقاء مهم قوي مع الأمير تركي الفيصل، طبعا قريب جدا من الأمير محمد بن سلمان والإدارة السعودية الملك. سألته سؤال محدد: هل ممكن ان السعودية تطبع مع إسرائيل بدون دولة فلسطينية؟ خلينا نشوف الرد المهم ده. Oh, and as we've said, normalization is a big strategy, a big goal of the United States, of Israel, etc. Certain Arab countries have always done that, but the crown jewel is your country, Saudi Arabia. Do you see any way? I know you're not in government, but your king and others have said in the past that there will be no normalization without a pledge for a Palestinian state, and in fact for Israel to get out of Gaza. Do you think that still holds? Can you see normalization happening? Indeed, not at all. This morning, our foreign ministry issued a statement rejecting what came out of Washington in the last days. And this has been the position of Saudi Arabia from the beginning. And even before October 7th, if you recall, when Prince Mohammed spoke with one of your opposition television channels in America, he made clear then that the path to a clear Palestinian state is what we want to see as a result of any talks that we have with the Americans. And we don't talk to the Israelis. We talk to the Americans. And this has been the position that has been maintained forcefully and in various arenas, whether it is the Islamic Summit in Riyadh, the Arab Summit, the Gulf State Summit, all of the international arenas that were held and conferences in Riyadh have stressed the fact that there must be a Palestinian state with its capital in East Jerusalem. ده كلام مهم جدا. اتمنى بقى ان السعوديه ما ترجعش في كلامها وتروح تطبع مع اسرائيل بدون دوله فلسطينيه. لابد من دوله فلسطينيه لحد 1967. فغير كده مفيش تطبيع، لان التطبيع هو في مصلحه اسرائيل اكتر، وخصوصا بعد المجازر اللي عملوها دي. انا مش عارف اصلا يعني الكلام عن التطبيع يعني ممكن هيبقى ازاي بعد المجازر الرهيبه اللي ارتكبتها اسرائيل في قطاع غزه. لكن خلينا ملتزمين او نصر على كل الشروط السعوديه، ولازم يبقى في دوله فلسطينيه زي ما السعوديه تعهدت. ده شيء الحقيقه مهم جدا، لان اي تغيير ده هيدي مؤشر ضعف. وزي ما قلت لحضراتكم ان الحاجه الوحيده اللي بيفهمها ترامب ونتنياهو هي لغه القوه. فاحنا لازم نبقى اقوياء ولازم نبقى متحدين. ويا ريت يتم الغاء الزيارات
هي مقررة مصر والأردن للبيت الأبيض، بدلها يتم عقد قمة عربية طارئة تضم كل الدول العربية وتطلع قرارات تدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، وتدعم صمود الشعب الفلسطيني، وتحرم حصار الشعب الفلسطيني دلوقتي أو في المستقبل، علشان ما نبقاش مشاركين في حصار قطاع غزة زي ما حصل للأسف أثناء الحرب. يعني كانت شيء مؤسف جدا، والاحتلال كان بيستغل هذا الحصار. عشان كده جزء من اتفاق وقف اطلاق النار ادخال المساعدات. طب المساعدات، ما انتوا يعني ليه اذا كان المساعدات كانت بتدخل زي ما انتوا كنتوا بتقولوا، ليه موجوده هذه المساعدات في وقف اطلاق النار؟ يعني اتمنى ان يعني يبقى في قمه عربيه مهمه جدا لدعم الشعب الفلسطيني بجد، والمنع فكره محاصره قطاع غزه ابدا مهما كانت الظروف او مهما كانت الاشكال. ده يعني شيء متوافق مع القانون الدولي. الميه والاكل والحاجات ده شيء عادي، يعني مش محتاج اذن اسرائيل، او مش محتاج حاجه، او مش اسرائيل انها تقرر ان ما يدخلش اكل لقطاع غزه فما يدخلش اكل. ده شيء الحقيقه خطير جدا. عموما في طفله فلسطينيه قررت انها ترد على دونالد ترامب، طفله عندها يمكن 5 سنين. والحقيقه خلينا قبل ما اختم بحضراتكم اوريها لكم هذه الطفله اللي قالت كلام ربما يكون اكبر الاعلاميين الامريكيين ما قدروش يقولوه. مرحبا عزيزي ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، معك الطفلة ماريا حنون من غزة. بدي أسألك سؤال وبتمنى يوصلك وتجاوبني. أنا كطفلة ناجية من حرب غزة، لو طلبت منك تخرج من بيتك ومن أرضك وتعيش بمصر أو الصين، هل توافق؟ أنا آسفة على ضحكتي، بس بالحقيقة أنت مش رح توافق. طيب إذا أنت بترفض، ليش بدك تخليني أنا أقبل من خروجي من بيتي ومن أرضي؟ مش على أساس أنتوا بلد الحرية حول العالم؟ عن أي حرية بتتكلموا وأنتوا بدكم تقيدونا بوطننا وشتاتنا؟ نصيحة رئيس العالم، اتحكم بكل العالم إلا بغزة، لأنه غزة هي العالم. زي ما حضراتكم شفتوا قد إيه هذه الطفلة الجميلة قالت كلام مهم جدا مع أكبر إعلاميين ربما يكونوا ما قدروش يقولوه. ولكن لو تلاحظوا المكان اللي كانت واقفة فيه، كانت واقفة في وسط حطام، وسط بيوت مدمرة، لكن هي متمسكة بأرضها وعايزة تفضل في أرضها وبتحب أرضها. هو ده الشعب الفلسطيني، الشعب الصامد، الشعب المتمسك بأرضه. بس احنا برضو لازم ندعمه أكتر، ولازم نقف في ظهره أكتر علشان الشعب الفلسطيني يظل في أرضه ويفشل هذا المخطط الشيطاني اللي بيقولوا عليه إنه فكرة ترامب. لكن الحقيقة هذا الفكر الشيطاني هو كلها من وحي أفكار مجرم الحرب نتنياهو، مش شكرانية في ترامب، بس هي دي الحقيقة. كل هذه المخططات الشيطانية اللي بتحاك للفلسطينيين هي من اليمين المتطرف ومن بنيامين نتنياهو تحديدا. إن شاء الله ربنا ينصر مصر وينصر شعب فلسطين على هذا الإجرام. بشكركم جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.